ودي 90% اللي بيشطبوا لنفسهم بيقعوا في الخطأ ده. هو ان لما بيجي خلاص هو عمل كل حاجة وهيحط القطع اللي موجودة، يلاقي السرير وراه جت الفيشة او مخرج الكهرباء، فيبتدي يحرك السرير يا يكسر من تاني ويفتح مخرج للكهرباء. هنا بقى يعني دي الميزة الحلوة ان المهندس بيرسم له كمان كل حاجة، بيعمل بلانات، هتلاقي بلان موجود فيه بلان للكهرباء، بلان للفرش، بلان مقاسات كل حاجة، كل ده بيعمله 2D وكمان و3D كمان، وكمان وكمان بيعملوا 3D. احنا بنشوف كأننا داخلين جوه البيت وشايفين كل حاجة يعني. هو كمان بيرسموا 3D زي ما الأستاذة قالت انه بيترسم 3D. بتشوف بقى السؤال اللي حضرتك قلتيه اللي هو طب احنا نختار الفينوتشر ده بناء على ايه، ولا نختار قطعة على اساس دي ايه؟ انا عجبني ستايل، فهو بيبتدي ده برضه التصميم ال 3D. بتشوف كل حاجة